علق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر على ظهوره الأول في مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال رونالدو: سعيد للغاية بالعودة إلى الملعب وتسجيل الأهداف، ومن اللطيف رؤية بعض الأصدقاء القدامى. وتوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض 2023. أعلن نادي النصر في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة التعاقد مع نواف بوشل لاعب نادي الفتح خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وأكد نادي النصر في بيانه الرسمي عبر تويتر أن عقد بوشل سوف يمتد إلى عام 2027، حيث تم شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع نادي الفتح. وتعد صفقة بوشل الثانية للنصر في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، ما يساوي 2 مليار ريال سعودي. يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر يستعد لصفقة تاريخية جديدة بعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. وفي هذا السياق نشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المراسل صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر مع إيموشن التحميل. وعلق المراسل قائلا: إذا صعبت الشفرة فاعرف أن الخبر جامد، وأنا نفسي مو مصدق. وربط الآلاف من متابعي المراسل بين الصورة والنجم الألماني الكبير توني كروس متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني. وحسب التوقعات فإن كروس 33 سنة سينتقل إلى نادي النصر في الصيف القادم بعد نهاية عقده مع العملاق المدريدي.